اخرى. زاد اليوم تنطلق معرض حتى نهار 16 معرض جميل برشا للصناعات التقليديه في تونس، خاصه المواطنين اللي خارجين جايين من برا. وين باش يمشيو يحوسوا؟ لازم يمشيو القريه هذه اللي هي عباره على كنز كبير برشا في بلادنا. اكثر تفاصيل مع رجال عيادي ثم نواس. تفضل. انت جيت دار الصناعه التقليديه لواش؟ ان فيت انا جيت على خاطر في المعرض نلقى كل شيء، ما نقعدش ندور من بلاصه لبلاصه، نلقى اللي حاجتي به الكل اون بليس لي بري اقل، وديما الحاجه من السوقس. احنا عندنا التونسي الفكره انه حاجه ديما من منبع تكون خير. القريه الحرفيه بدندان اللي مش تحتضن بدايه من يوم 6 اوت معرض ينظمه بتونسي بالتعاون مع الديوان الوطني للصناعه التقليديه، واحنا باش نعملوا زياره خاطفه في بعض الورشات اللي الكلها فيها مجموعه قيمه من منتوجات الصناعه التقليديه. واحنا توا حاليا في الورشه نتاع السي رشيد الصحبي اختصاص النحاس. هذه الدوزين هذا الحاجه العربي الزمنيه نتاعنا، هذا القمصان العربي المقزر نتاعنا، هذا الحلاب العربي نتاعنا، هذه طاسة الحمام، هذه الطفالة اللي نحطوا فيها الطفل نتاع ما عادش، اما مازالوا الناس تستعملها. هذه السكرية العربي المقزرة. وان شاء الله مرحبا بكم في القرية الحرفية بالدندان اللي معناتها زاخرة بالصناعة التقليدية الزمنية نتاعنا التونسية الأصيلة. ومرحبا بكم وان شاء الله تعجبكم القريه. احنا الجوله الخاطفه اللي عملناها في الورشه نتاعكم انه الزمني هذا مازال عليه اقبال، وعندكم ابتكارات جديده. معناها شفنا عينات حلوه برشا، مازال مطلوب ومازال يقبلوا عليه التوانسه. التجديد فاش؟ شنو التجديد في قدم لي اهم تقبل عليه الجاليه نتاعنا التونسيه كي ترجع لارض الوطن. هي توا هما مركزين على نتاع الحلو. نقولوا له مثرد توا ولا بورت جاتو ونتاع الحنه نتاع معناتها تطورنا فيهم. انت قلت لي فيه طابع منه استعمالي ما تستعملوه ويزينوا به. بالطبيعه توا كيما طاسه الحمام هذيا تنجم ديكور في بيت البانو وتنجم تستعملها في نفس الوقت. وكان قد من الورشه نتاعكم هذه ورشه سي ابراهيم المؤذن، تلقى فيها ديزارتيكل قدم وجدد، فما برشا حلي ومجوهرات فيهم التوش القديمه نتاعنا التونسيه الزمنيه من التراث نتاعنا، ونزيدوا عليها شويه الوان شويه حاجات جدد باش يكونوا مواكبين معناها العصر اللي احنا فيه توا. نجم تلقى ملح من الحوايج للحلي لي زارتيكل دو ديكوراسيون، الحاجات اللي باش نزينوا بهم. احنا هنايا في الورشه في القريه الحرفيه وتنجموا تزورونا من توا وفي كل وقت. وهنا المعرض حضرتوا له حاجه؟ فما حاجات جدد قاعدين حضروا ديجا. تقول لهم مرحبا بهم الجاليه نتاعنا في الخارج؟ نقولوا لهم جاليتنا في الخارج كيف يزوروا تونس يجيو راه باش يلقاو برشا حاجات يفكرون بتونس ديما، وقد ما يبداو بعد على تونس راه فما حاجات باش تفكرهم من عندنا نحن. ومرحبا بالناس الكل باللي موجودين في تونس وباللي يجيو من برا زاده. يمكن المناسبة هذه في الصيف باش نستقبلوا فيها أكثر جالية نتاعنا في الصيف يعودوا لأرض الوطن. ماذا بينا الناس يجيونا، ماذا بينا هما زاد يجيو يشوفوا المنتوجنا، يشوفوا الحاجة الباهية، يشوفوا الحاجة الأصلية. على خاطر احنا ناس قدم، ناس نخدموا في حاجة باهية برشا. وحتى مش الجالية بركة، حتى التوانسة اللي لهنا ماذا بينا يزورونا على دورة العام. رانا القرية الحرفية بالدندان محلول على 12 شهر، مش كان بالمناسبات. ماذا بينا الناس كلها تجينا. المنتوج نتاعي هاك تشوفوا فيه باش نوريكم شويه تسويقيه وكلها زاد في مش تسويق بركه، حتى للاستعمالي. اعطينا بعض العينات
نعملوا عندك من صغير البلاتوات، لي تابوري، عندك لي كوربي نتاع بانواعهم. هذاك اكبر شويه خزاين يصلحوا لكل شيء. عندنا الابناك اللي نجم الانسان يعمر بهم تركينه صغيره، تي سالون دو تي ولا بون. عندنا خزاين اكبر، هي ضيق المكان، ما نجمش نعمل حاجات كبار باش نجم سور كوموند. هذاك مفروض منه اي حاجه صغيره نجم نكبرها لك تحب انت. اما راهو ما نجموش هنا نعرض جميع الحاجات اللي نعملها خاطر ضيق المكان، ما نجمش نعرض فيه. هذايا نموذج صغير مصغر للامكانيات اللي نجموا نعملوهم. اذا كان الانسان يحب نكبروا له حسب الطلب نتاعو، وان شاء الله يمشي فرحان. جيت باش نشوف الصناعه التقليديه، خاطر انا ملي كنت صغير ديما مغروم، نحب نشوف، نحب نطلع على فما جديد. قريت بلوس في انترنت، في فيسبوك، قريت فما دي اكسبوزون بيرمانون ديما. سورتو سمعت اللي فما معرض ابارامون اكسبوزيون في لي ميت هذوما. ما فهمتش بدايه من 6 اوت. دات بالضبط ما كنتش نعرفها، ما توا انا عرفتها بفضلك انت. ما في بالي اللي فما اكسبوزيسيون. انت تونسي مقيم في الخارج؟ انا نسكن في اليوم. مرحبا بك. اعطيني انطباعاتك على القريه وانطباعاتك على المتروس الصناعه التقليديه. علاش جيت معناتها مزين دارك ولا جيت تاخذ الكادوات نتاعك؟ تو عندي حاجات اللي انا مثلا اليوم شريت شطرنج، خاطر بنتي تحب تعلم شطرنج، اخذت لها شطرنج بلوح الزيتون تونسي شايح لا بون كاليتي. سنوزا فامي باش نحكيو مع المراه اللي تخدم فيهم وتعلمنا كيفاش تخدم وكل شيء. لان اون فوا تو en fait c'est une exposition qui complète. Il y a tous les corps de métier. هذاك باش واحد يجي لهنا يشوف بس حتى الاسواق معقوله، ما ظهرتليش غاليه انا الحق. تشجع الزوار باش يجيوها؟ ما بدون شك بدون شك. شو تقول لهم اخوانك اللي جاي لك؟ قول لهم مرحبا بكم، تفضلوا ويجيو شوفوا الصناعه التقليديه التونسيه على قاعده. يا ان بو تو بور تو لي غو. فما برشا مواد مستعمله. انا اكتشفت باغ اكزومبل الفوسا جيتي امبرسيوني. معناها خدمه كيما في عهد الرومان بالضبط. شفتك انت جيت مع العائله نتاعك، تقول لهم يجيو مع العائله مع الاطفال؟ ما فيش كلام. انا يطلعوا على التراث بطبيعه الحال. انا بناتي زيتي كيوريوز يشوفوا كاش سي انريشيسون. مرحبا بكم في المعرض. لبستي هذه من القريه الحرفيه بالدندان. كل هذه المنتوجات موجوده في الورشات، تاخذوا عينات مع جوله مع بعض الحرفيين وبعض الورشات. تفضلوا. رجاء مرحبا بك، اهلا وسهلا مرحبا. رجاء كالعاده بنفس الاناقه والجمال، وديما توش تراديسيونيل موجوده ما شاء الله عليك. احنا نقول بتونسي، انا بتونسي العام كامل راهو اكيد كما القريه الحرفيه نجم يكونوا فيها بتونسي على مدار السنه. مرحبا بك رجاء كالعاده. خليني نرحب كيف بالحرفيه اميره حمدان. اهلا وسهلا اميره، مرحبا بك. مرحبا كالعاده. كل مره عندنا دي تخيك حلوين وجدد. اميره اليوم جبت لنا حاجه مزيانه، وانا كالعاده كالقطوسه مبربشه هكايا في الطاوله والدور. عندك حاجه اليوم اوريجينال اميره. باش نحكيو على الصوف وكيفاش ترجع انت معناها بلمسه جديده ومتطوره. رجعت لنا الصوف حي مره اخرى. لكن رجاء خلينا نبدا معاك ونعلقوا على روبورتاج ونعلقوا على المعرض اللي يبدا اليوم حتى 14 فوالا. ومفتوح يوميا من 10 صباحا الى 10 ليلا. المعرض هذا مش معرض تجاري برك، هو معرض ثقافي ايضا، لان فيه عديد الفقرات، فيه عروض حلوه برشا كما كنا نشوفوا فيه من بعض العينات. حبيت نشرها شويه، عملت انا بون روبورتاج على القريه، ولكن زياده على ال 47 ورشه وحرفي مبتكر باش نضافوا له حوالي 40 من كل الجهات. كما اميره راهي باش تكون عارضه، هي عارضه في المعرض هذايا باش نشوفوا تو هذايا المنتوجات نتاعها بعد باش نلقاو في المعرض. أيوة. المعرض هذايا بعجاله ببادره من كوليكتيف بتونسي. الفكره جات وقت الصالون د الارتيزانا. الناس حسوا اللي يقول لك ما عندناش برشا فرص، وزاد ايضا الكوليكتيف هذايا حب يقرب المنتوج التقليدي التونسي ويوفر فرصه للجاليه نتاعنا في الخارج انهم كي يروحوا الى ارض الوطن يلقاو منتوج قريب ليهم هما
منتوج ذات جوده، منتوج فيه اللمسه الابتكاريه ويتماشى مع اذواق العصر. المعرض هذا اللي باش ينطلق اليوم باش يكون فيه بيان سور المعرض التجاري وفيه عرض وبيع وابتكارات وفيه لقاء مع الحرفيين، باش يكون فيه برنامج ثقافي متواصل في الصباح وفي الليل حتى في السهره، باش يكون فيه عروض لورشات حيه، باش يكون فيه دي ورك شوب، باش يكون فيه ايضا زياره لبعض الورشات افيك دي ديمونستراسيون دارتيزان. البرنامج الثقافي نحب نشكر جمعيه اسوسياسيون بونتي تونيزي اللي هي كانت شريك في وضع البرنامج وفي تامينه المده هذه مش تكون لمده اسبوع. زاد نحب نشكر الديوان الوطني للصناعات التقليديه اللي هو دخل معنا باسكو المعرض هذا سو ليجي دو لوفيس ناسيونال دلارتيزانا. الديوان الوطني للصناعات التقليديه شريك معنا. اما لينا الفضاء للكوليكتيف هذا بتونسي، ولكن مش يكون متواجد باش ايضا يعطي كل التسهيلات باش المعرض هذا يكون ان شاء الله في ظروف طيبه، فيه اريحيه للزوار، وان شاء الله الزوار يكون عددهم كبير برشا. نحب نذكر ايضا هذا شيء هام جدا بان المعرض هذا سميناه لو صالون استيفال، هو ميني صالون، نجموش نقارنوه بالصالون نتاع الكرم بيان سور، خاطر الفضاء صغير، سي 3000 متر كاري. القريه الحرفيه بدندان فيها 47 عارض منتصب على مدار السنه، ولكن فيه باش تكون فيه عينه مختاره من طرف لو كوليكتيف افيك لا فالوريزاسيون نتاع الديوان الوطني للصناعات التقليديه حول الجوده، حول جديه العارضين، معناتها سي دي زون كي سون ديتونتور دو لا كارت بروفيسيونيل، دونك مش ناس دي زوكازيونيل ولا حاجه. ايضا الجاليه نتاعنا في الخارج مشكورين وزاره الشؤون الاجتماعيه وديوان تونسيين بالخارج اللي مش يجيبوا وفود من الشباب نتاعنا اللي جاوا لارض الوطن باش يواكبوا الفقرات هذه، باش يطلعوا على الثراء المخزون التقليدي، باش يطلعوا ايضا ينجموا يبوف بارتيسيبي ميم او اتولي العنبر، ثم لا برودغي وحرف اخرى. دونك الفقرات متنوعه. نحب نقول اللي ثم لو كوليكتيف تونسي عندهم صفحه اسمها بي تونسي، يوميا يدخلوا للباج هذه باش بور كيل بويس سويفر لاكتواليتي، ياخذوا يوميا الفقرات نتاع البرامج. ولكن اذا ثم الانستغرام نتاع الكوليكتيف ينجموا ان نطلبوا من الزوار انهم يتفاعلوا مع الحدث هذا، يتفاعلوا مع الزياره نتاعهم، يعطيونا انطباعاتهم، ياخذوا الصور نتاعهم باش يوريوا ويروجوا اكثر للصناعات التقليديه للتونسي عامه وللجاليه نتاعنا خارج ارض الوطن. واضح. شكرا لك رجاء. اميره مرحبا بك. اميره من العارضين القوم في القريه الحرفيه بدندان. نحكيو ونتعرف عليك اكثر اميره. دونك انا قريت ديزاين برودوي، تصميم منتوج. بعد معناها كملت خدمت في شركات وكل شيء، وبعد لقيت روحي اللي انا بعدت على غرامي، بعدت على الحاجه اللي انا نحبها ونحب نوصلها. معناها انا مغرومه برشا توسكي بريكولاج وكل شيء. لقيت روحي متوجهه لحاجه انا تعلمتها من مماتي، وخديتها زاده شويه من عند عمتي وبعد بابا اللي هو يخدم برشا زاده بريكولور. دونك طورتها على اساس انا معناها قريت ديزاين وكل شيء. دونك بديت نحسن فيها. علاش اخترت الصوف اميره بالذات؟ دونك الصوف ما حسيته مظلوم شويه، ماهوش موجود. بدا يمشي على روحه. قبل كنا نستعملوه في الفراشيات، في الزرابي، في كل شيء، يعني استعمالنا يومي اصلا، حوايجنا في كل شيء حياتنا الكل كلها. دونك علاش ليه؟ قلت خليني نوظفه. وظفته في لي بوشيت، عملت نسيج معناها يدوي على ما مانيوال، مي فريمون مانيوال. وبعد زدت طورتها شويه، خدمت شويه للعرايس كيف لي زاكسيسوار. عندنا لي كوليي بيان سور. انا عندي دو جام، فما جام تونسيه الحره نتاعنا اللي ناخذها من الاركيتكتور، نستوحاها معناها كيما سيدي بوسعيد، كيما القواس اكسيتيرا. وفما زاد الكوتي الثاني اللي هو بربر، ان بو بربر في كيما غاديكا. فما لامازيغ شويه لي موتيف كيف النحاس زاد نقصو وننظفو ونعملو وحدي، كل شيء مانيوالمون. هو غرام اكثر من
وماشي اميره فما اقبال عليه بصفه عامه يظهر لي ليزاكسيسوار اي محبوب الحقيقه بيسكو فيه لو كوتي معناه مودرن جديد حاجه جديده اللي رجعت قبل تطور المودرن نتاعنا هو نرجعوا للزمن نتاعنا هكا ديتاي صغير بكل يذكرك يعطيك كي لمسه بورتون تبدا انت لابس مودرن جين اي تو سا مي on est touche traditionnelle mais la touche traditionnelle voilà artisanale ça fait original très original قول قايل اميره قبيله سالتك قلت لك تو فما البوشيت هذيك من بعدها كان سامي يوري هنا بوشيت وسابو الشركه معناها قلت لك انا مش صوف اون برانسيب معناها شتاء قلت انت لا الفا معناها نجموا حتى صيف الوانه يتمشيو اول حاجه الصوف عنده فوليوم معين اللي ما تنجمش تخدمه بحتى فوليوم اخر وناعم فما وماده طبيعيه وماده طبيعيه بالطبيعه تلبسها صيف وشتاء صيف وشتاء وبيسكو هو ماهوش فوق معناها اللحم سي فغي هو سي نورمال صيف يسخن لكن هذه حاجه باش تهزها في يدك باش تزين بها معناها سان اكسسوار سي توش اللي تحيي سورتو فيها الالوان فوالا التناسق نتاع الالوان اللي امبورطون كي توظفوا بالكدا يعطيك ان فوليوم يتشاف بالضوء خاطر هي الالوان تتشاف بالضوء واضح. شكرا لك اميره، يعطيك الصحه لله نورتنا. نقول جوست اميره اختيار الالوان واختيارها لو ديزاين برودوي كما قالت هي يظهر لي يتماشى برشا مع الشباب ويتماشى مع قلت لي بك في الكوليس مع الشرائح العمريه الكل خاطر لاحظت اللي المراه ما عندهاش مشكل يلزمها تكون كيما عمرها 50 كيما 30 كيما 60 الكل نشوفوا دوتخ فوالا دونك لازمها تكون عندها في الجاردروب نتاعها ولا في الكوليكسيون نتاعها عندها ما نقولوش الاندستريال باش نلوحوه لا عنده دوره عنده وقته كيما المودرن عنده وقته كيما الميتاليك عنده وقته كيما التراديسيونيل. اميره نجم نلبسوا حتى حاجه سامبل وفيها لي توش هذوما المزيانين تخرج حاجه سي لارجمون سوفيزون فوالا سي لو بوت. شكرا لك اميره رجاء، شكرا لك يعطيك الصحه. نذكركم مره اخرى فوالا المعرض اليوم ان شاء الله في القريه الحرفيه حتى لو 14 فوالا حتى لو 14 في القريه الحرفيه بالدندان كونوا في الموعد 10 du matin à 10 du soir. راه فقرات متنوعه دونك فيني نومبرو اي فيني اون فامي سورتو. فوالا شكرا لك. الجاليه نتاعنا يجيو يطلعوا على تراثنا وعلى حرفنا، خلهم يحبوا بلادهم ويحبوا صناعاتهم التقليديه وبيتونسي ديما ان شاء الله يكونوا هما مستثمرين في المستقبل. شكرا لكم. مازلنا باش نواصلوا مع الموسيقى، نمشيو المقتطف